السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا مساء الخير. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض دستة الجاتو القمر دي، وهنعمل مع بعض تورتاية هنشوفها في اخر الفيديو ان شاء الله. انا مسمياها تورتاية بواقي التلاجة. كل ده هنعمله من كيكاية واحدة بس. طبعا لو انتي اول مرة تشوفيني، انا دعاء ابراهيم، ودي قناتي بتخص التورت والحلويات والمعجنات. اتمنى ان شاء الله تعملي جولة في القناة وتشوفوا الحاجات اللي انا منزلاها. منزله حاجات كتيره جدا. اتمنى ان شاء الله ان انتي تتابعيني. ما تنسوش يا بنات تعملوا لي لايك واشتراك للقناه لو اول مره تشوفوها. يلا نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف هنعمل الجاتو بتاعنا ده ازاي. بالنسبه للكيك، انا خبزت كيك في صينيه مقاس 26. هسيب لكم ان شاء الله الرابط بتاع الكيك ده بالتفصيل، هسيبه لكم في صندوق الوصف. صندوق الوصف لو ضغطتي على العنوان بيظهر لك صندوق الوصف. شايفين ما شاء الله الارتفاع بتاعها حلو قوي. انا عملتها نصين، نص شوكولاته ونص فانيليا زي ما انتم شايفين كده. انا عاملاها بالدقيق العادي على فكره. يعني الكيكايه دي بالدقيق العادي، وزي ما انا قلت لكم هسيب لكم الرابط بتاعها. قطعتها ما شاء الله، طلعت معايا 5 طبقات. 5 طبقات حلوين جدا. ممكن تعملي منها تورتايه او ممكن تعملي منها دستتين جاتو، وهيتبقى معاكي طبقه ممكن تعملي منها ميني تورته صغيره. يعني ممكن تعملي من الكيكايه دي حاجات كتيره قوي. احنا هنعمل النهارده ان شاء الله التورتايه، وهنعمل مع بعض دستة الجاتو تورتايه هنشوفها في اخر الفيديو. طبعا اول حاجه هنبدا نعملها مع بعض اللي هو الجاتو. اخدت طبقتين من الكيك زي ما انا قلت لكم. انا مقطعه الكيك على المنشار بمقاس 9، رقم 9. ممكن تقطعيه على رقم 8 زي ما انت حابه. تمام. بالنسبه للجاتو حلو قوي رقم 9 مع حشوه الكريمه. فبيكون الجاتو عالي وبيكون حلو جدا. طبعا ده جاتو مثلثات. طبعا وده مشروع حلو قوي من البيت لو عملتيه كمان. يعني كيكايه زي كده ممكن تطلعي منها دستتين جاتو. وانا عملت لكم منها قبل كده من نفس المقادير بالظبط. عملت جاتو اللي هو ده جاتو مثلثات، عملت جاتو مربعات. هسيب لكم برده الرابط بتاعه في صندوق الوصف. هنا سقيت الكيك بتاعي. سقيته طبعا بسيرب خفيف او بلبن زي ما انت تحبي. وبعد كده بدات احط طبقه الكريمه، وطبقه الكريمه تكون كويسه كده. الحشوه يعني تكون حلوه، الطبقه تكون مرتفعه ما تكونش رقيقه. بعد كده هحط الطبقه التانية من الكيك. وهبدأ أسقيها برضو بالسيرب اللي معايا أو اللبن. أنا سقيتها هنا بلبن. وبعد كده هبدأ أحط الطبقة الكريمة. هي ما بتاخدش أي وقت على فكرة. جاتو المثلثات ده سهل جدا، ما بياخدش أي وقت. متنسوش تصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، ومتنسوش اللايك للفيديو. بالنسبة لجاتو المثلثات أنا عملته معاكم على القناة قبل كده. إن شاء الله هسيب لكم الروابط بتاعتها في صندوق الوصف علشان تشوفوها. طبعا من فوق ببدأ أحط طبقة كريمة حلوة كده محترمة، وأبدأ أجلسها من الجناب. أنا من هنا بقى حطيت المفروض يبقى جزء الكريمة الأبيض والجزء التاني كريمة شوكولاتة، كل جزء لوحده. بس أنا عملتهم على بعض علشان أجلسها على طول. كده كده أنا هغطيها شوكولاتة. هحط على جزء منها يعني شوكولاته من فوق، هتشوفوها معايا. هنا بعد ما جلستها هجيب بقى السكلابر اللي هو النظام المشط ده، وهبدا امشي عليها من الجناب وامشي عليها من فوق، وهدخلها الفريزر. هقعدها حوالي ساعة تقريبا في الفريزر وبعدين اطلعها. طبعا الجو حر، فالحاجات دي بتشتغل فيها بسرعة، وخصوصا شغل الكريمة تشتغلي فيها بسرعة علشان الجو حر. غير الشتاء خالص، يعني شغل التورت والجاتوهات والحاجات دي في الصيف غير الشتاء خالص. هنا خلاص كده مسحت البورد وهدخلها التلاجة او الفريزر. انا دخلتها الفريزر. قعدتها حوالي ساعة وبعد كده طلعتها. جهزت معايا جنيش الشوكولاتة، احنا عملناه مع بعض قبل كده على القناة. هبدأ احط على جزء بس منها كده. هعمل دريب على ناحية واحدة، وهبدأ اعمل على نص الجاتو. نصه بس هحط عليه جنيش الشوكولاتة، على اساس ان هي نص شوكولاتة ونص فانيليا. بعد كده دخلتها على فكرة التلاجة سقعت شوية علشان اعمل عليها الروزتات. انا وكمان دخلتها علشان اعمل العلامة دي. يعني انا ما عملتش العلامة دي على طول، دخلتها الجنيش مسك شوية شد. وجبت القطاعة اللي انت شفتوها دي قطاعة جاتو يا دوبك بتعلم لي بس. على اساس ان المثلثات تطلع كلها قد بعض. في ناحية منها 12 وفي ناحية 10. انا عملتها هنا على 10،
وبعد كده عملت الروزتات. المفروض انتي بتعملي بتقطعي الاول وبعد كده تحطي الروزتات. انا حطيت الروزتات وقطعتها، وعايزه اقول لكم ان السكينه اللي انا بقطع بيها بيكون في جنبك حاجه فيها ميه سخنه، بتحطيها فيها وبفوطه كده تنشفي وتقطعي ما بين كل تقطيعه وتقطيعه عشان تطلع معاكي مظبوطه. وحطيت بقى كريسبيات عليها على اللون الابيض، الكريمه البيضه كريسبي ذهبي، والكريمه البني حطيت عليها كريسبي ابيض، وحطيت شوكولاته مالتيزر اللي هي الكريسبي الشوكولاته دي داير ما يدور من جواها كده، يعني عملتها حاجه بسيطه خالص كده زي ما انتم شايفين. وعملت لها كنار كده من الجناب او حزمتها بالكريمه كده من تحت داير ما يدور. شكلها بقى جميل قوي وسهله جدا، ما بتاخدش اي وقت على فكره. جاتوه المثلثات ده ما بياخدش وقت خالص، سريع جدا. بعد كده بقى الثلاث طبقات اللي بقوا معايا من الكريمه انا قفلتهم وجلستهم علشان اعملهم تورتايه هنشوفها مع بعض دلوقتي. وبعد كده بدأت احط عليها شوكولاتات، حطيت عليها بسكوتات وشوكولاتات، وكان في عندي كريمة باللون ده لاني كنت عاملة التورتايه دي والجاتو وتورتايه تانية كانت مطلوبة مني اوردر، كلهم كنت عاملاهم في وقت واحد. فالتورتايه دي انا سميتها تورتايه بواقي التلاجة. بصراحة لميت فيها بقى كل الشوكولاتات والكريسبيات. وكنت عامله الورد ده كنت عامله له التورتيه التانية، كنت عامله كميه من الورد عشان احطه على التورتيه التانية، فحطيته على التورتيه دي. هتشوفوها معايا برضو في اخر الفيديو. هنا خلاص خلصتها، شايفين شكلها قمر والله، حلوه جدا. دي انا كنت عاملاها للبيت عندي بصراحه، فانا سميتها تورتيه بواقي التلاجة. وطبعا عملت معاها زي ما انتم شفتوا دستة الجاتو، ودي التورتايه اللي انا كنت عاملاها الاساسيه اللي كنت عامله لها الورد. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك وما تنسوش تصلوا على الرسول عليه الصلاه والسلام وتعملوا جوله في قناتي. بحبكم جدا جدا واسيبكم في رعايه الله، وانتظروني ان شاء الله فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.